If I could dive in only one spot. تقول عالمة البحار الأمريكية الدكتورة يوجيني كلارك: لو كان علي أن أختار للغوص مكانا واحدا في العالم لاخترت راس محمد. لا تصدق صمت هذه الأرض التي تحمل اسم سيناء، ولا تدع وحشتها تخدعك. إن الصمت هنا واجهة فقط، وهذا ما تعرفه جيدا عالمة البحار الأمريكية الدكتورة يوجيني كلارك. في بعثتها هذه المرة المصور الأمريكي كالو يانس والمصري أيمن طاهر. Well, the wind has been kicking up, but certainly it'll be beautiful and colorful underwater compared to the subdued colors of the desert, even though the desert is so beautiful at sunrise and sunset. During midday, it's bland coloration, but underwater it's always fantastic. عبرت ثلاثة سيناء إلى أقصى طرفها الجنوبي لكي يزوروا عاصمة أعماق البحار في العالم، البحر المرجاني الشهير في راس محمد. لا صمت الآن ولا وحشة، وإنما إيقاع حياة نابضة تبسط أحضانها مرحبة بالقادمين. ثم تبدأ البعثة نصب خيامها على استعجال. وتبدأ الجولة الأولى في المنطقة، وتقوم يوجيني كلارك بمهمة الدليل. Ras Mohammed is one of the greatest coral reefs in the world. إن راس محمد من أعظم مناطق الشعاب المرجانية في العالم، وهي تنفرد بثروة هائلة ومكثفة من الأحياء البحرية، وموقعها هو الذي يفصل ما بين آسيا وإفريقيا، إذ يتلاقى عندها خليج العقبة وخليج
السويس وشمال البحر الأحمر. وتواصل يوجيني كلارك حديثها فتقول: On my way here from the States, I stopped in Paris at the UNESCO headquarters and discussed Ras Muhammad with some of the authorities there. And they said that they've heard what a wonderful place this is, and that it is ideal for us to make an application to the World في طريقي إلى هنا مررت بهيئة اليونسكو في باريس، فوجدتها مهتمة بدعوة العالم إلى حماية كنوز راس محمد والإنفاق على صيانتها باعتبارها ثروة للبشرية كلها، ولا يجوز إهدارها أو التفريط في شيء منها. إن كنوز راس محمد ثروة عالمية حقا، وإن كان الله تعالى قد خص بها مصر. إنها تماما كالأهرامات بناها الفراعنة لأحفادهم، ثم صارت تراثا للإنسانية. الآن يبدأ أعضاء البعثة الاستعداد للغوص، يملؤون اسطواناتهم بالهواء المضغوط الذي سيتنفسونه تحت الماء، هواء نقي على 200 ضغط جوي، ويعدون مصابيح الإضاءة وآلات التصوير تحت الماء. بدأت الشمس تغرب، نعم، لكن إغراء الكنز الذي تحت الماء لا يسمح للبعثة بالانتظار. وبينما يسبح القمر في السماء، يسبح في الماء الباحثون عن الكنز، يختارون المكان الذي سيغوصون منه إلى الأعماق. الآن يبدأ الكنز يفصح عن بعض ثرواته من الشعاب المرجانية والأحياء البحرية، وبعضها درر لا شبيه لها في بحار العالم. لوحات من حدائق المرجان لا تستطيع ريشة الفنان أن تحاكيها مهما استخدمت من ألوان. رخويات تتمايل في إيقاع منتظم كأنها راقصات باليه. لا مفر من العودة الآن، الكنز أضخم من أن نحيط به في جولة واحدة.
ليس سهلا أن تصعد إلى قمة الصخرة التي تحمل اسم راس محمد، وهي تل صغير في رأس مثلث سيناء يرتفع نحو 120 مترا، لكن يوجيني كلارك تتسلقها في كل مرة تزور فيها المنطقة. تقول يوجيني كلارك: Egypt is so fortunate in having this wonderful place, this great underwater treasure. إن مصر لمحظوظة لامتلاكها تلك البقعة الرائعة وتلك الكنوز العظيمة تحت الماء، ولأن سيناء الآن في نمو مضطرب، فهذه البقعة يمكن أن تصبح كعبة الغواصين في العالم وكل من يبغي الدراسة والاستمتاع بأجمل المناظر تحت الماء. هذا هو صندوق الكنز، والطقس يسمح باستئناف الغوص إليه. Straight into my camera, and this is where you come in. You're going to have to, just for that period of time, hold the cable light. So way off to one side, and just point it to space. تقول يوجيني كلارك: I visited Ras Mohammed and dived there so many لقد قمت times. بزيارة راس محمد والغوص فيها مرات عديدة لا أستطيع حصرها، ولا بد أنها تزيد على 100 مرة. إنه مكان مثالي للغوص في أي وقت من السنة، فالجو دائما معتدل في راس محمد، بينما الغوص في الأماكن الأخرى يقتصر على مواسم معينة ويتعذر في غيرها بسبب العواصف والأعاصير وبرودة المياه. I've been fortunate in having the opportunity to dive and study marine life in various parts of the world: Australia, Japan, Mexico, the whole لقد كان Indian من حظي أن Ocean. أمارس الغوص في بحار كثيرة في العالم، في أستراليا واليابان والمكسيك والمحيط الهندي، لكن كل ما رأيت في هذه البحار يتجمع هنا تحت مياه راس محمد.
طبيعي أن تثير الخيال شعاب المرجان، سواء كانت رخوة لحمية أو صلبة جيرية، فهي مستعمرات هائلة يشترك الملايين من أفرادها في جهاز هضمي واحد، يحولون قاع البحر إلى حديقة رائعة الألوان يتنزه فيها سكان الأعماق ويغوص إليها سكان الأرض بحثا وراء الجمال والدراسة. يتعب الناس في البحث عن أسماء لهذه الأحياء العجيبة، فيستعيرون لكل منها اسم شبيه لها على الأرض. هذه السمكة مثلا يسمونها حدقة البحر، مع أنها لا تخطف الكتاكيت. في عاصمة أعماق البحار لا يهرب السمك من الإنسان، وتؤمن يوجيني كلارك بالصداقة ما بين الإنسان والسمكة، ولا تزور أصدقائها إلا ومعها وليمة لهم. في ختام الوليمة يتفضل بالحضور الملك جورج، سمكة تحمل هذا الاسم، وتقدم له يوجيني كلارك الطبق الذي يليق بجلالته، بيضة مسلوقة. تناول الملك إفطاره، ومن الذوق أن ينصرف الزائرون الآن ريثما يهضم. بعد ساعات يعود الزائرون يطرقون باب الكنز من جديد على قارب من المطاط هذه المرة. يهبط كالويانس مصور الأعماق الأمريكي خطوة خطوة حتى لا يزعج الأسماك. كذلك تتسلل يوجيني برفق وصمت، فسكان بحر المرجان في رأيها لا يجوز إزعاجهم. وبنفس الرفق والهدوء أيضا تغوص بترا الألمانية التي تعمل في أحد مراكز تعليم الغوص في شرم الشيخ بالقرب من راس محمد، وهي مثل يوجيني لا تزور أصدقائها تحت الماء إلا محملة بالهدايا التي تثير شهيتهم. لا يفوت مصور الأعماق المصري أيمن طاهر أن يسجل لقطة تذكارية لبترا مع أصدقائها.
ولا يفوت أيمن أيضا أن يلتقط صورا لأصدقائه هو. تقول جيني كلارك عن راس محمد: It's the ideal area for underwater photographer to come and see. The underwater photography is so marvelous because إنه المكان الأمثل لمصور الأعماق، they're not afraid of فالأسماك أليفة لا تخاف من الإنسان، بل تقبل عليه لكي يلتقط لها أجمل الصور. إن الأسماك هنا لا تعتبر الإنسان عدوا، بل هو صديق. وهذا التقارب الذي يمكننا تنميته بين الإنسان وبين الأحياء البحرية في راس محمد يمكن أن يؤدي إلى تفاهم رائع بينهما. لكن السلام والصداقة في عاصمة الأعماق في بحر المرجان لا وجود لهما على سطح الماء. فعلى السطح تعرف الأسماك معنى الخطر، ويداهمها طراز آخر من البشر متعته أن يفترس. كانت عاصمة الأعماق في راس محمد مهددة إلى وقت قريب بأن يدمرها أولئك المفترسون على سطح الماء، لكن الدولة أنقذتها من عدوان الصيادين، وأنقذت شعابها من لطمات السفن والسلاسل الحديدية عندما أصدرت قانونا باعتبارها أول محمية بحرية طبيعية في مصر.
I hope that when Ras Mohammed becomes a marine park and a World Heritage Site, أتمنى عندما تصبح منطقة راس محمد حديقة بحرية وتراثا عالميا ألا تكون مركزا للغواصين والسائحين فقط، وإنما تتحول أيضا إلى مركز علمي عالمي يحج إليه العلماء من كافة أنحاء العالم لكي يدرسوا الحياة الفريدة تحت مياه راس محمد.